اهلا بيكم في سلسله جديده من سلسله برامج المزيكاتي. اسم السلسله زاويه جديده. هنكتشف مع بعض في السلسله الجديده عالم الايقاع والالحان واسرار الاغاني. في زاويه جديده هنكتشف الاغنيه ونحللها ونشوف كلماتها ونشوف اذا كانت متناسقه مع اللحن ولا لا، وكمان هنعزف الاغنيه بشكل جديد. في كل حلقه هنكتشف نوع جديد من المزيكا وهعزف لكم الاغنيه بشكل مختلف عن الحلقه اللي قبليها. ويلا بينا نبتدي مع تاني اغنيه وهي مجنناني. معلومات بسيطة عن الأغنية. أولا الأغنية بتاعت عزيز مرقة. يعني بالأصالة عن نفسي وبنيابتي عن كل اللي بيقولوا عنك عزيز مرقة بصحح الخطأ وبعتذر لك يا سيدي، حقك علينا عزيز مرقة مش مرقة. اسمها مجنناني. الكلمات واحد اسمه محمد شافعي، تهيألي سمعت الاسم ده قبل كده. كومبوزيشن عزيز، ميوزك برودكشن ماهر ملخ مش عارف، ميكس اند ماستر ماهر ملخ برضو، دايركتور اند بي او دي معرفش ايه دي، اسلام، ستارينج لينا. ماشي يلا بينا تعال نشوف ايه اللي هيحصل. جامعة ميوزك. نايس. البداية بيز كده ايه، حاسس ان هي تكون فانكي. البيز حلو قوي، الصوت كمان بتاع البيز حلو قوي. احسنت يا ملخ مش عارف، الميكس والماستر. انا اقول اسمك الاولاني ورايح نفسي، ماهر. الكترو فانك، يعني في الاليمنتس بتاعت الالكترو. قابلتك فيه انا قلت ازاي هنكون مع عجبني قوي البيز. مشدود قوي للبيز. لو بص في عيني في كيبورد ورا تا ده مدي ريترو ستايل شويه. طبعا راح يحلو ولسه في بالي اول مرة ده حاطط فيه هنا ده 9th جاية لحظة واحدة. لا ده 13. قمت رسمت معاكي في بيانو ظهر. عايش فيها واخدة القلب والعين جيتار. يعني حالة وعايش فيها واخدة القلب. حبك زي البحر جميل جنبي ووداك. ثواني في واحد صاحبي. حبك زي البحر جميل اكرم ده صديقي، كيبوردست رائع، بحبه جدا 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 جدا. كيبوردست وبيانست كمان رائع. يعني لو انت شايفني دلوقتي، هاي اكرم. اول يوم عرفت خلاص انك عاجباك. ما اعتقدش ان البيزست ده هو اللي مسجل البيز، لان الصوت بتاع البيز ميبل، ده مهوجني وروزوود. ما اعتقدش ان هو اللي بيعزف. قلت ما هذا الصوت العجيب؟ مش عارف اسمها اوزو ولا مش عارف، صوت الضفدعة دي. والجزء ده كان فيه برنامج كده بيعملوا فيه ديتنج، في حاجة في النص كده ما بينهم ويقعد يكلمها وما علينا. طب اعمل ايه مشهور هو عزيز مرقة باليوكاليلي، ما اعرفش ليه، بس يعني يلا. بس اللي بيعزف دلوقتي جيتار، من وقت هو جيتار وفي بركاشنز وممكن يوكاليلي بيعزف بس مجرد بركاشن. يعني ما شفتك قلبي حلوة اللون، يعني ريترو ستايل برضو. من وقت ما شفتك قلبي قال بس لو جاية لحظة واحدة قدرتي. الكوردز بتاعت الكيبورد حلوة قوي، في 7th في 9th في 13th. لا حلو. قمت رسمت معاكي لي بتتكرر تاني. كل أحلامي تكوني معايا طول أيامي.
والجيتار وبعد كده انا وعايش فيها واخدة القلب والعين وانا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين في لايهات تلعب في الاوف بيت. حلو قوي. فيهم سحر وزي الموكشة التاني. الدرامز صوتها كمان ريترو حلو، يعني صوت الدرامز حلو. في صوت عجيب كده هنا حصل، معرفش ايه الصوت ده، ممكن يكون معمول، صوت معمول. طيب تعال نخش هنا الكومبوزر عزيز مرقة والميكس اند ماستر ماهر. اعتقد ماهر ليه انفلونس في الاغنيه ديت، خاصه الاليمنتس اللي بتشتغل ورا بتعزف ورا. الكومبوزيشن ممكن عزيز مرقة هو اللي قال له الكوردز، هو اللي قال له الاستراكشر بتاع الاغنيه، وماهر هو اللي عمل الاغنيه بالشكل ده، هو اللي حط البيز وهو اللي حط الريترو اليمنتس وفانك اليمنتس اللي موجوده. اللي شدني قوي للتراك هو البيز فقط. اللحن بتاع الاغنيه مش قوي، مش حاسه في حاجة شدتني. الكيبورد اللي محطوط سواء بقى كان عزيز هو اللي عزفه او ماهر احسن بكتير يعني من حاجات كتير انا سمعتها العزيز في الاليمنتس بتاعت الناينث والسيفنث والثيرتينث، فعجباني قوي الحتت اللي بتتحط ورا خدمة على اللحن اللي هو شايفه 40% مش حلو الصراحة. تعالى مثلا نسمع الحتة دي، مش عجباني. ولسه في بالي اول مرة شفتك وانتي جاية. اول مرة شفتك وانتي جاي مع اللي ورا الكورد اللي ورا. كان ممكن احسن ما يعملش فيها الحلية دي. مرة شفتك وانتي جاية. دي مش عجباني، ونكمل. دي ماشي ماشي. فيها واخدة القلب والعين. الجزء اللي هو الجراديويت اللي طالع معمول كمان، ماهر عامل وراه شغل حلو. مجنناني. الكورس الى حد ما حلو، بس برضو في حتة مش عجباني. يوم سحر وزي الموكشة التاني. متسجل 3 لاين فوكلز، لاين مين و2 هارموني، يعني شوية ليفت وشوية على الرايت. ايوه عجباني دي، مش ان خالص. او مان عجباني ليه؟ خليها نغمة عادية، مش لازم تعمل الحلية دي. هو بص يمكن يعني عامل الأغنية دي بمود شبابي، مش مركز قوي على اللحن. الشباب هتبقى مركزة مع الفيديو، هتبقى مركزة مع لينا. اخر حاجه كنت اتخيلها ان يبقى عزيز مرقة. دي ممكن تبوظ العلاقه على فكره. مش قادر اقول يعني، الاقي لها اعذار، بس احسنت يا ماهر. الكلمات يعني برضو مش حاجة شداني قوي ليها. love song not bad. الكلمات ديها 30% برضو، لكن التوزيع ياخد 60%. اهلا بيك في الجزء النظري. الالات المتسجله في الاغنيه كان بيس جيتار كان دومينانت قوي، وجيتار الكتريك ودرامز وكيبورد. التقسيمه بتاعت الاغنيه عندنا في مقدمه وكوبليه ووصله وسينيو ومزيكا وكوبليه تاني ووصله وسينيو ومزيكا. الاغنيه دي تقسيمتها غريبه شويه، لان الكوبليه والوصله مش واضحين قوي، في كده بحس لعبكه في النص، بس ان جنرال ماشيه يعني. المقدمة زي ما انتوا سامعين دلوقتي، وده الكوبليه من اول يوم قابلتك فيه، ودي الوصلة اول مرة شفتك وانتي جاية، وده السينيو. مجنناني حبك زي البحر. وبيتعادوا تاني. السلم الموسيقي بتاع الأغنية هو لا ميلوديك ماينر، دي جديدة شوية، هو لا ماينر برضو بس اسمه ميلوديك ماينر. في حلقة أنا عملتها مخصوص على السلالم الموسيقية، عاوزك تتابعها.
برضو دي مش حلقتنا النهاردة، ازاي نطلع السكيلز او الكوردات دي هعملها بعدين قدام شوية في قسم تاني من الحلقات تبع الجيتار. اما بالنسبة للكوردات، تقسيمة الكوردات ادي عندك اهو التقسيمة، المقدمة والكوبليه والوصلة، كل واحدة فيهم الكوردات بتاعتها. ما تقلقش هسيب لك الجداول ديت في الديسكريبشن تحت. قابلتك فيه انا قلت ازاي هنكون مع بعض انا وانتي دايما بس لو بص في عيني ويحلى الجو، ما هو طبعا راح يحلو. ولسه في بالي اول مرة شفتك وانتي جاية، لحظة واحدة انتي تاخدي عيني، قمت رسمت معاكي كل احلامي، تكوني معايا طول ايامي، حالة وعايش فيها واخدة القلب والعين، وانا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين. بقلبي نادي حبك زي البحر جميل جنبي وغلبان، عينك فيهم سحر وزي الموجة التاني، من اول يوم عرفت خلاص انك عجباني، مهما هيحصل مش هتخلى عني. طب اعمل ايه في الحب اللي خبط فيا وعايش فيه، من وقت ما شفتك قلبي قال بس لو ده اللي معاها بيحلى الجو، ما هو طبعا راح يحلو طول ما انت معايا. اول مرة شفتك وانت جاية